نبغيك لا 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 على دايرها طال لا لا انا نبغيك لا لا. لو وقع فيه بالماضي وغلط نفسه وخلى يعني الجماهير الرياضيه تحيد عن المطالب الحقيقيه او الرهانات الحقيقيه. اصبحنا نفكر في الجمع بين عدد المباريات دون خساره اكثر من تحقيق الاهداف الرياضيه، بدليل ان المدرب الوطني في لقطه من احدى اللقطات ما حبش يشوف ضربه جزاء وكانه خايف ما تسجلش في مباراه وديه. هذا هو الخطا اللي مازال نركزوا حتى احنا كصحفيين ننساق احيانا من حيث لا ندري وراء يعني مشاهده المنتخب الجزائري يفوز دائما، وهذا خطا. ممكن انك تخسر ريكولي بور ميو صوتي، ولكن عندك التبرير لانك بصدد اعاده بناء منتخب. اعاده البناء المنتخب فيه المخاطره، فيه الاختيارات يعني تكون الجريئه، هذه الاشياء لازم تكون. لكن انت ما تعطيش الانطباع وكانه يرى في رده الفعل بالماضي. لازم نجيب دي جو تاني ولا ناخذ فينال، نجيب 4 با فورسيمون تلعبهم، لازم نزداد كاملح، لازم نجيبو با فورسيمون تعطيله فرصه حقيقيه، حماش على الجوش تجيبو بور دو ماتش وتعاود تنحيه. تحس بلي فوضى، يعني فوضى ما فهمناش واش حاب يدير المدرب الوطني. لو فيراج شويه كان الماتش تاع لا سويد لو كارطون روج هذاك يعني تاع بن سبعيني يبين حاله من التسيب، وكان هؤلاء اللاعبين ما نشكك في الكفاءه تاعهم، ولكن لا ديبونداد حال تسيب يعني داخل المنتخب كيلكو جوار يحسوا روحهم بيسون حتى اللاعب كي ما يكونش عنده منافسه يشعر انه ما عندوش ولات كوم سي اون بوتيت فام، يعني مجموعه من الاصدقاء داخل المنتخب يحميهم المدرب الوطني، وبقيه اللاعبين سي دي فيغورون اللي يجوا دو طون اوتر يكومبيتيو ضمن القائمه. هذا خطا، وبدليل اننا كي نشوفوا المباريات ونديروا المقارنه مع المنتخبات التي لم تتاهل لكاس العالم نحسوا فرق في المستوى. هما طلعوا في المستوى وحنا نزلنا في المستوى. منتخب مثلا السنغال اللي تاهل لكاس العالم وتوج بكاس افريقيا، ما نتكلمش على المنتخبات الوطنيه السنغاليه، بدل فايته 50% بين 2019 و 2022 من التركيبه، بورتون كانوا فيناليست، والنتيجه انه مشات سا مارشي وراحوا لاكوب دو موند داو الكوب دافريك. التغيير لابد منه، ما كاش واحد مكانته مضمونه افي في المنتخب الجزائري لانه اسمه فلان لانه اسمه فلان لانه ما كان بيت صافي 3 و4 هذه الاشياء اللي لازم تتنحى. اليوم ربما نحى بلايلي مضطر لانه مشاكل بلايلي كثرت وتقدم في السن واصبح شغل من اللعيب اليوم انه بن رحمه يدير يعني اداء رائع مع فريقه، بصح لا كونفوكاسيون بلايلي سا سو ني با نورمال. انا اتمنى فقط، وما تهمنيش نتيجه اوغندا، ما تهمنيش نتيجه تونس، اتمنى فقط انه يكون اختيار صحيح للمدرب الوطني في عمليه يعني منح الفرصه الحقيقيه لهؤلاء اللاعبين، وعنده لومبارد شو ما عندوش حجه اليوم، بقات اللمسه تاعو داخل المنتخب.